أنا الآن في النقطة صفر في خط الاستواء. طبعا هذا المكان يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين، نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي. طيب وش الغريب في الموضوع؟ راح نعمل الآن تجربة في نصف الكرة الشمالي الآن، وعلى خط الاستواء، وأيضا في نصف الكرة الجنوبية. طبعا التجربة راح تكون على تصريف المياه من هذا الحوض في كل نقطة. اللي في شمال خط الاستواء تصريف المياه يكون في دوران على اليمين مع اتجاه عقارب الساعة. نفس الشيء سويناه على بعد أمتار فقط في جنوب خط الاستواء، وكان تصريف المياه عكس عقارب الساعة. أما التجربة الأخيرة على النقطة صفر في خط الاستواء، وكانت النتيجة نزول الماء مباشرة بدون دوران. هذه الظاهرة اسمها كوريوليس، سببها دوران الأرض حول محورها. هذا التأثير يغير حركة السحب والرياح، لذلك نلاحظ أن الهواء والغيوم في نصف الكرة الشمالي ينحرف باتجاه معين، وفي النصف الجنوبي في الاتجاه المعاكس.